احنا بنقول للناس احنا عندنا صفرة طبيعية وصفرة مرضية. فانت ايه رايك في مساله الصفرة دي بالذات في دخول الحضانه؟ فامتى طفل الصفرة بالذات انصح الاهل ان هو لازم يدخل، او اقول لهم لا تابعوه في البيت مثلا وتعالوا لي بعد 48 ساعه، او اعملوا كذا، او الاحتياطات كذا؟ هو ده السؤال اللي هو اثار النقطه دي في دماغي دلوقتي وانا بكلمك يعني. فانت ايه رايك في مساله الصفرة دي بالذات في دخول الحضانه؟ احنا بنقول للناس احنا عندنا صفرة طبيعية وصفرة مرضية، او هم بيسموها الصفرة الفسيولوجية هنا في مصر عارفينها. والله الصفرة الفسيولوجية اللي هي الصفرة الطبيعية، والصفرة دي عبارة عن مادة اتكونت نتيجة تكسر كرات الدم بشكل او باخر، طلعت الجسم بيتخلص منها بشكل بسيط. اذا زادت عن الحد احنا عندنا مشكله ان الصفرة دي او الماده دي لو زادت ممكن لا قدر الله تعدي المخ وتخش تعمل مشاكل. فاحنا بنتابع الصفرة المرضيه، ده موضوع تاني خالص، ده على حسب فصائل الدم بتاع الطفل والام، عامل ريسس فاكتور بين الطفل والام. هل الام عندها تاريخ مرضي لاي مشاكل، الطفل عنده مشاكل تانية، دي صفرة مرضيه وبتتعالج في الحضانه. ولكن مش اي طفل صفرة بندخله الحضانه، على حسب معدل المادة داخل دم الطفل وعمره. يعني انت بتنصح التحليل الاول، ان هو يعمل التحليل انا الأول. بنصح ان الام تكون متابعه مع دكتور الاطفال اللي تمام. بيشوف بعينيه اذا كان محتاج يعمل ولا لا، بيعمل التحليل وبيحطه على الكيرف. اذا الطفل معدي الليفل تمام. خلاص لازم علاج ضوئي.